السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو جديد، ازاي توفري على نفسك وتعملي حاجات في البيت. الموضوع مش موضوع فلوس بس، موضوع وقت، وخصوصا اللي معاه اطفال عارفة موضوع الوقت ده كويس جدا، خصوصا في رمضان. اول حاجة انا كنت عايزة اصبغ شعري، فصبغت شعري. اول حاجة بشقره، بفتحه بالاكسجين. جبت 2 كيس او 3 كيس من اللي هو بودرة التشقير دي. انت لو شعرك اطول من كده هتحتاجي مثلا ممكن 6 او 7 او حاجة كده، او في علب بقى بتتباع يعني، بتبقى يعني تبقى حوالي 300 جرام مش عارفة ايه. بس انا بصراحة عشان ايه الاكياس دي كانت احسن لي يعني من الصيدلية. وطلبت ايه ازازة اكسجين، جيبي 30. تمام. وحطيت كمان بودرة اطفال. ليه بقى؟ عشان ما تخليش الشعر معاكي استك، يعني ايه، تحس ان هو بعد ما تغسليه يبقى ناشف كده. وفردت طبعا الشعر على فردت الحاجة الخلطة دي كلها على الشعر، وحطيت كمان معلقة بلسم. عايزين تستغنوا عنها استغنوا عنها. فردت بقى على شعري وسبته بالظبط نص ساعة. فتحه واداله درجة كويسة. ريحته بقى حوالي يومين، بقى انا في البيت بقى براحتي. ريحته في البيت بقى حوالي يومين. وابتديت بقى اشتغل في بودرة اللون بقى، درجة اللون. عمل لي درجة اللون اللي على العلبة دي بالظبط بالظبط. دي 8 زيرو. جبتها من امازون. جبتها تقريبا ب 80 جنيه او ب 90 جنيه. آه، طبعا بتتباع في الصيدلية وكل حاجة، بس هي في امازون عشان بتبقى الصورة قدامي والدرجة وكل حاجة. تمام تمام. طبعا عملت المحتوى اللي على العلبة، الاكسجين بقى والكريم والحاجات ديت، وحطيتهم على شعري وسبتهم بالظبط تلت ساعة وادوني نفس الدرجة. احنا مشقرين بقى ومفتحين شعرنا. بوريكم بقى اوردر تاني طلبته من امازون. طلبت اللي هو الشاي الكرك ده، طبعا ملوش دعوه بالفيديو بس بقول لكم يعني. طلبت اللي هي بتاعه المكنسه دي برضو ملوش دعوه. طلبت حاجه بقى كنت عايزاها كمان بقى. انا قلت ايه، شعري، انا شعري حلو قوي كير، يعني اللي هو الويفي البسيط. طيب، مش محتاج بروتين ولا اي حاجه، بس قلت ايه ان هو ايه، يديله فرد بسيط كده عشان الهيشان والحاجات دي. شعري هيش قوي لانه مقصف جدا وضعفان من بعد الولاده والحاجات دي. فطلبت العلبه دي ب 650 جنيه او ب 700 جنيه حاجه كده. طلبتها من على امازون. هوريكم اسمها دلوقتي. لقيت فيديو للي عامله البراند ده نفسه، بتشكر فيها جدا ان هي علاجي وغير اي بروتين ومفيش دخان ومفيش الحاجات دي. فقلت اجربها. انا جوايا والله بجد بكلمكم بجد، وانا بطلب الاوردر انا متاكده في مليون في المية ان الاوردر ده فلوس على الهوا، فلوس على الارض، ما بهزرش، فلوس على الارض. جيت بعد كده قلت ايه، قلت اجرب. عايزه اقول لكم النتيجه بهرتني. تعالوا شوف رايي بقى، هتشوفوا رايي وهتشوفوا بجد ان انا قد ايه انبسطت جدا جدا، وهتشوفوا كمان الطريقه وهتشوفوا كل حاجه. اها، موبايل بس يعمل فوكس. وليه فيديو على يعني صاحبة البراند نفسها بتحكي عنه، متخصصة بتاعته يعني، وبتحكي ان ازاي تعمليه وكده. انا اول حاجه طبعا انتي قبل اي بروتين بتبقي خلاص صبغتي شعرك، او لو عايز تصبغي شعرك بتبقى خلاص خلصتيه يعني، مينفعش تعملي بروتين بعدين تصبغي شعرك. وهو من الحاجات اللي مش، يعني مش البروتين اللي هو الشديد او كده. عايزه اقول لكم ان هو بجد حلو جدا. انا كنت فاكره ان هو وحش يعني ما كنتش فاكره ان هو وحش كده. يعني كنت فاكره ان هو ايه، فلوس على الارض بصراحه. هو ب 650 جنيه، وقلت تجربه وخلاص، وكنت متاكده ان هو هتفشل، ما تعرفوش ليه. تمام. آم، بس قلت هعمل تجربة يعني، لان انا مش ما عنديش الوقت ان انا اقعد في الكوافير المدة المهولة دي وهم بيعملوا بروتين. وثانيا شعري مش محتاج البروتين القوي ده اللي هو الفرد الاستريت الفظيع ده. فقلت هجرب مفيش مشكلة. عملت بقى زي ما بيعملوا خالص. انا اول حاجة صبغت شعري، وبعد ما صبغت شعري سبت شعري بقى لمدة 3 ايام او حاجة يستريح. و وبعد كده عملت ايه، آه استخدمته بقى. اول حاجه استخدمته، غسلت شعرك بشامبو بتاع الاطفال.
انا عملت كده. هي في الفيديو بتاعها بتقول ان هي تغسلي بشعرك بشامبو كلير. انا استخدمت شعري اللي هو جونسون بتاع الاطفال، بينضف كويس قوي. غسلته، وبعد ما غسلته سبت شعري ينشف، وبعد ما سبت شعري ينشف ابتديت ان انا احطه على شعري. احطه على شعري ازاي؟ لكنك بتعملي حمام كريم، بس بقى ايه، بتقعدي تدعكي الخصله كده بايديكي كده، خصله 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 خصله، حبه صغيره حبه صغيره، وبعدين بتسيبيه خالص على شعرك. طبعا بيبقى شعرك لكنه مبلول كده بالظبط، لكنك حاطه حمام كريم، وريحته عاديه، ما فيهوش ريحه اصلا، يعني ريحه لا تذكر. بس هو لو جه على الجلد بيحرق شويه، فتخلوا بالكم، وخصوصا الناس اللي عندها حساسيه زي يعني. المهم، بتسيبيه بقى لمده ساعه او ساعه ونص. انا سبته ساعه لان شعري زي ما قلت لكم، هي بكبه، هي قايله كده، قايله ان انتوا تسيبيه ساعه او ساعه ونص. لو شعرك ايه، لو شعرك يعني مثلا يستدعي، يعني شعرك من المجعد قوي يعني. انا شعري اللي هو الويف الخفيف كمان، يعني الويف العادي يعني. آه هو بس مشكلته ان هو مقصف فبيهيش، فهي الهيشان بيضايقني شويه. المهم، بس سبته ساعه، بعد ما سبته ساعه، انا المكوه اللي عندي براون، عملت لكم عنها فيديو قبل كده. فمكوه براون مش قويه للغايه، يعني مش قويه خالص، هي لدرجه 230. لو انت عندك مكوه في البيت قويه اعملي، بس انا افضل ان انت تروحي الكوافير. فانا رحت بعد ما شعري، وعلى شعري لبست الطرحه بتاعتي ونزلت اقرب كوافير قريب مني، قلت لها اعملي لي شعري مكوه عاديه خالص. قالت لي انت حاطه حاجه على شعرك؟ قلت لها لا، انا حاطه بروتين معالج، فايه، اعملي لي مكوه عاديه خالص، يعني لكنك بتعملي شعرك مكوه عاديه. قالت لي عاديه خالص يعني ما دوسي او اعيد على الخصله كذا مره؟ قلت لها لا، ولا اي حاجه، عاديه خالص. هي كاتبه ان انت تعيدي على الخصله 15 مره، لا انا قلت بتاعت الكوافير تعيدي تعمليه عاديه خالص خالص. ولازم تروحي بعد ما يكون شعرك نشف تماما، يعني بتسيبيه على الشعر وشعرك بيبقى ينشف، وبعدين بتنديه بميه، وبعدين بتنشفيه باستشوار خالص نسبه 100%، وبعدين بقى بتروحي تعملي شعرك بالايه. هعيد تاني، نغسل شعرنا بالشامبو بتاع جونسون للاطفال، ينضف كويس جدا. تمام. تاني حاجه بنحطه على شعرنا لكن بنعمل حمام كريم. اهم حاجه ان احنا ندعك الخصله كده كده. وانا هسيب لكم برضو الايه، الاسم وانا بتكلم، عشان برضو ايه تعملوا سيرش عنه على اليوتيوب، وهتلاقوا برضو الفيديو توضيح اكتر، بس هو بجد زي ما قلت لكم كده بالظبط اهو. المهم، تمام تمام، انا جبته من على الامازون. ايه تاني؟ معلش الفلاش فصل. بعد ما انت تحطيه لكنك حاطه حمام كريم، بتسيبيه على شعرك لمده ساعه، فبيكون نشف. بتجيبي بخاخ ميه وتندي شعرك، مش بتغسلي شعرك، لا يعني بتنديه كده. تمام تمام. وبعد كده بتجيبي فوطه وتقعدي تطبطبي كده عليه، تمسحي الزيادات. وبعد كده تروحي للكوافير، تقولي لها نشفي لي شعري لو هو ما نشفش شعرك، وبعدين تعمل لك شعرك مكوه عاديه خالص. تعمل شعرك مكوه عاديه، لكنك بتعملي شعرك مكوه، يعني كأنك بتفردي شعرك عادي خالص. وبعد كده بيتفرد، وبعدين بتروحي البيت، بتسيبيه ساعة ولا ساعتين، وبعدين بتاخدي الشاور بتاعك خالص، بيطلع عايزة اقول لكم حلو قوي قوي. وخصوصا بقى انا كمان بعد ما صبغت، فطالع بقى مع اللون، عايزة اقول لكم بجد، يعني بجد حلو قوي قوي قوي. وكمان هيقضيني مرة كمان، فبجد انا مبسوطة بيه جدا جدا جدا. وكمان وهي بتعملهولي مفيش بقى الريحة الفظيعة، ومفيش الدخان الرهيب. هو في دخان، بس مش اللي هو بقى اللي هو يقلب المحل بقى بجد 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 هو حلو قوي قوي. انا ما كنتش فاكره ان هو حلو كده بصراحه، يعني بجد انا جربته بجد عجبني قوي قوي قوي. ولو حد حابب يجربه انصحه بيه وبشده. ليه بقى؟ لاني اسعار الكوافيرات بجد في البروتين والحاجات ديت ضاربين فوق قوي بجد. طبعا بيقول لك ادي العيش لخبازين ولو كل نص والحاجات دي، بس بجد هم بيطلبوا 3 و2000 وحاجات كده مهوله بجد يا جماعه. فاحنا ما نعمل كده 600. انا مثلا قولي اتكلفت بالصبغه بكل حاجه، اتكلفت 1000 جنيه. تمام. هي بقى لو رحت صبغت شعري هتاخد مني 500، ولو رحت عملت بروتين هتاخد مني 1300 او 1000 ونص.
يعني فبجد ده غير بقى الوقت بقى مش هقدر اقول لكم بقى الوقت، طبعا وانا ما عنديش المتسع من الوقت ده خالص، عندي الاطفال عندي، فما فيش الوقت ده، ما فيش متسع من الوقت، وطبعا احنا في رمضان والدنيا بقى الوقت بيعدي بسرعة وبتاع. فبجد انا انصحكم بيه، اللي عايزة تعمل تغيير واللي عايزة بجد حاجة جميلة كده. بس كده، ده كان فيديو بتاعي، يا رب تكونوا استفدتوا منه بأي حاجة، واللي عايزة تجربوا جربوا بجد، وانصحكم بيه بشدة. اكتبوا لي في الكومنتات عملتوا ايه نيو لوك العيد. انا لسه ببدأ، يعني ببدأ كده، وبعمل الشقة واحدة واحدة طبعا. النهاردة بالظبط بكرة 26 رمضان. ربنا يا رب يتقبل مننا صالح الأعمال والدعاء والصيام يعني المشقة مع الأطفال. اللهم امين يا رب، وربنا يتقبل مننا جميعا. متنسونوش في دعائكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسونوش اللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسونيش تقولوا لي عملتوا ايه في رمضان، قولوا لي، وعملتوا ايه في نيولوك كمان في العيد، وعملتوا ايه، وصلتوا للجزء كام في رمضان. ولله الحمد برضو النهارده 25 رمضان، فانا في الجزء ال25. ربنا يتقبل يا رب، وناويه ان شاء الله ايه ان انا اختم قبل ما رمضان يخلص ان شاء الله. بس فربنا يتقبل، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واهم حاجه الدعوه الحلوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.